النهارده هنشوف مع بعض اسهل وانجح طريقه تقدروا تعملوا بيها صينيه جلاش باللحمه المفرومه. الطريقه جديده جدا، اضافات جديده، تريكات لاول مره تشوفوها معايا النهارده في الفيديو. الجلاش هيطلع معاكي طري من جوه ومورق ومن بره لونه احمر وخطير زي ما انت شايفه كده، وكل ده عملته بنص كيلو بس من اللحمه المفرومه. هقولك ازاي تخلي الكميه الضعف لو ما عندكيش غير كميه لحمه صغيره جدا. ودلوقتي صلوا على النبي في الكومنتات وحطوا لايك للفيديو وكملوه معايا للاخر، بجد هقول لكم على شويه نصايح خطيره جدا. عندي هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، فرمتها فرم ناعم جدا وفيها نسبه عاليه من الدهون. هحتاج لقرنين كبار من الفلفل الاخضر متقطع مكعبات صغيره، بصلايه كبيره مفرومه فرم ناعم على ايديا، طماطميه كبيره اخدت منها اللحم بس. البهارات بتاعتي عباره عن نص معلقه من الاتي: بهارات مشكله، بابريكا، كمون، فلفل اسود، توم باودر على بصل باودر، وملح. في طاسه فاضيه عندي على نار عاليه جدا هبتدي انزل بتلت كوبايه من الزيت، وبعد كده هنزل بالبصله بتاعتي. لازم تكون البصله مفرومه فرم ناعم على ايديكي مش في الكبه. هقلبها باستمرار لحد لما تبتدي تدبل. بعد كده هنزل عليها بالفلفل الاخضر المتقطع ومعلقه صغيره من هريسه الثوم. اول ما ابتدي اشم ريحه الثوم هنزل بنص معلقه اختياري من هريسه الشطه. وبعد كده هبتدي انزل باللحمه المفرومه بتاعتي، ولازم النار تكون عاليه جدا علشان اللحمه ما تكتلش معايا. وهضغط عليها كده بظهر المعلقه علشان تتفتت معايا، واقلبها باستمرار لحد لما تبتدي تقلب واللون بتاعها يغير. خلاص لونها غير زي ما انتم شايفين، يعني استوت بنسبه 90%. هنزل عليها بالطماطميه اللي كنا مقطعينها لمكعبات صغيره، وكمان مجموعه البهارات اللي قلنا عليها. وضروري جدا ان الطماطم تتقطع بدون البذر او الميه اللي فيها. محتاجين اللحم بتاع الطماطم بس ويكون قطع صغيره جدا. طبعا الطماطم دي اختياري، يعني تقدروا تستغنوا عنها، بس بجد هي هتفرق جدا في الطعم. هتخلي الجلاش بتاعك كده طعمه مسكر، ده غير ان هي هتكسر اللون معاكي. هنقلبها كده مع العصاق ده لمده دقيقه على النار كمان. خلاص كده كله كان استوى، شايفين مفرول بقى، والريحه مش قادره اقول لكم قلب الدنيا. بعد كده هنجيب لفه جلاش اي نوع، ومش شرط يكون كله سليم. هنجيب كمان كوبايه الا ربع من السمنه السايحه، هنضيف ليها نص معلقه صغيره من البيكنج باودر وعلبه زبادي. الاضافه دي او التريكات دي هتخلي الجلاش بتاعك مورق من جوه وطري، وبجد طعمه في منتهى الجمال. ضفنا المكونات كلها لبعضها، هبتدي امزجها زي ما شفتي كده. بعد كده هجيب الجلاش بتاعي ادهن الصينيه بسمنه او زيت من تحت، وبعدين هجيب كل ورقتين جلاش هبتدي افردهم بالشكل اللي شايفينه. وعشان الجلاش بتاعي يطلع مورق كده وطري وجميل من جوه، هبتدي ادهن بين كل ورقتين دهنه بالخليط اللي احنا عملناه، اللي هو كان عباره عن سمنه على زبادي على بيكنج باودر. مش هدهن بين كل ورقه وورقه. الطبقه الاولانيه اللي هتكون تحت العصاج هتكون 6 ورقات من الجلاش. طبعا لو عندك جلاش متقطع مفيش مشكله، بس اهم حاجه اول ورقتين تحت يكونوا سلام، والمتقطع ده حطيه في النص. تمام. انا بفرد زي ما انتم شايفين كده، متقطع عادي مهري عادي مفيش مشكله. اهم حاجه الورقتين اللي تحت يكونوا سلام، والورقتين اللي هيكونوا فوق على الوش يكونوا برده سلام. هكمل الصينيه بقى زي ما انتم شايفين كده علشان ما يبقاش فيها جزء فاضي. حطيت فيها ورق كده وتنيته زي ما انتم شايفين. بعد كده هبتدي اجيب العصاق بتاعي وافضيه في النص. ما شاء الله نص كيلو بس من اللحمه عمل معايا الصينيه دي، يعتبر مقاس 40 في 60، صينيه كبيره جدا. هفرده بالشكل الخطير اللي انتم شايفينه ده. بعد كده هبتدي ارص بقى الطبقات اللي فوق، وزي ما عملنا تحت هنعمل فوق. يعني ايه؟ يعني بين كل ورقتين من الجلاش هندهن دهنه من الخليط اللي احنا عملناه. وقبل ما ندخل صينيه الجلاش بتاعتنا الفرن لازم نقطعها بالحجم اللي احنا عايزينه، وكمان ندهنها بالسمنه او الزبده من على الوش. الخليط اللي كنا عاملينه كان للدهن الداخلي، ما ينفعش ان احنا ندهن بيه غير جوه الرقات بس. الجلاش بيدخل على فرن متسخن مسبقا على درجه حراره 170 في الرف الوسطاني. هندخله الاول بعد ما ندهنه بالسمنه، هندخله لمده 5 دقائق كده. اول ما تلاقي ان ورقه الجلاش بدات يعني تتلوي كده لفوق، او اللي هي تنشف معاكي، طلعيه، لان هنعمله تشريبه جميله جدا. في بوله عندي هبتدي انزل ببيضه كامله وعليها رشه ملح ورشه فلفل اسود، وهربهم بالشكل ده او اخفقهم سواء بشوكه او بمضرب، وهنزل عليهم بحوالي كوبايه كده من الحليب. هقلبهم كويس جدا، وزي ما قلت لكم الجلاش هيدخل 5 دقايق كده او 10 دقايق. اول ما تلاقي الورقات بدات تلولو كده وتنشف من فوق، هنبتدي نطلعه ونسقيه بالتشريبه الخطيره دي، وهندخله لحد لما يكمل تسويه. هيطلع معاكي بقى واخد اللون الخطير ده. لو ما احمرش هو من نفسه من الفرن، ابداي شغلي عليه الشوايه، هيطلع
لونه تحفه جدا زي ما انت شايفاه، من غير جبن بقى ولا اي مكونات اضافيه غاليه على الفاضي. هتطلعيه هيكون مقرمش معاكي من بره، طري من جوه كده، وكله رقات جميله جدا، وطبعا طعمه في منتهى الجمال. ودي اسهل وانجح طريقه تقدروا تعملوا بيها الجلاش باللحمه المفرومه. يا رب تعجبكم، جربوها، قلت لكم كل تريكاتها وتفاصيلها، باذن الله هيطلع معاكم هايل جدا جدا. ولو وصلتوا معايا لحد هنا فيا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. شيروا الفيديو لو حابين، ولو في اي سؤال اكتبوه في الكومنتات، باذن الله هرد عليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.